أعاد اهتمام بنفيكا البرتغالي بخدمات إبراهيم دياز تسليط الضوء على مستقبل النجم المغربي داخل أسوار ريال مدريد، خاصة في ظل محدودية مشاركاته خلال الموسم الماضي. غير أن إدارة النادي الإسباني حسمت موقفها مبكرا، مؤكدة عدم نيتها التخلي عن اللاعب في وقت أبدى فيه دياز نفسه رغبته في البقاء. وأفاد موقع ديفنسا سنترال المقرب من النادي الملكي أن الفريق البرتغالي تقدم باستفسارات متكررة خلال سوق الانتقالات الصيفية بخصوص وضع إبراهيم، مستغلا علاقته المفتوحة بريال مدريد في إطار مفاوضات أخرى تخص لاعبين مثل ألفارو كاريراس. لكن الرد كان واضحا: دياز ليس معروضا للبيع. ورغم وجود مؤشرات على احتدام المنافسة في مركزه، خاصة مع توهج التركي أردا جولر وصعود الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، فإن الجهاز الفني بقيادة تشافي ألونسو يضع إبراهيم ضمن خطته للموسم الجديد. وكانت تكهنات كثيرة قد رافقت وضع دياز في بداية الميركاتو بعد مشاركاته المحدودة تحت قيادة أنشيلوتي، لكن المدرب الجديد عبر عن رغبته في الاحتفاظ به، مؤكدا أنه سيكون له دور مهم على مدار الموسم نظرا لطوله وتعدد واجهاته. المصادر ذاتها أشارت إلى أن ريال مدريد بصدد تحضير عرض لتجديد عقد إبراهيم الذي يمتد حاليا حتى صيف 2027، في خطوة تؤكد الرغبة في تحصينه من اهتمام الأندية الأوروبية وفي مقدمتها بنفيكا. اللاعب من جهته يبدو مرتاحا في مدريد ويواصل العمل بتركيز داخل التدريبات، مؤمنا بفرصه القادمة في ظل ثقته بأن الجهد والانضباط كفيلان بضمان مشاركته في منافسات الفريق. وقد أبلغ النادي الإسباني جميع الأطراف المهتمة بشكل قاطع أن إبراهيم دياز جزء لا يتجزأ من مشروع الفريق للموسم المقبل، وأنه لن يكون متاحا لأي مفاوضات خلال فترة الانتقالات الجارية.